بيبدأ الفيلم مع أليسيا اللي بتكون عالمة أدبية في تخصص راوي القصص المبنية على الحقائق، وبتكون في طريقها لتركيا علشان تحضر مؤتمر. ولما بتوصل بيظهر لها شبح بيحاول ياخد شنطتها، بس لما بيندهلها لها صاحبها جونهان بيختفي، ولأنها مش بتؤمن بالكلام ده بتكون فاكراه شخص عادي. وبعدها وهي في المؤتمر بترجع تشوف شبح تاني اللي لما بتقول إن الآلهة والأشباح الأسطورية بقوا استعارة في وجود العلم الحقيقي بيصرخ وبيغمى عليها. ولما بتفوق بيقول لها صاحبها إن هي لازم تروح للدكتور، بس هي بترفض وبتروح معاه عشان تشتري تذكار قبل ما تمشي، وبتختاره وبتشتريه. وبعدها لما بتروح وبتحاول تنظفها بتتفتح وبيطلع منها جن عملاق، بس هي مش بتكون مصدقه علشان كده بتحاول تغمض عينيها على اساس ان هو يختفي. بس لما بترجع تفتح عينيها وبتلبس نظارتها بتلاقيه موجود، ولما بتحاول تعرف لغته وبتكلمه باليوناني بيفهمها، وبيقول لها ان هو مدين ليها عشان حررته، عشان كده هيديها 3 امنيات. وبيقول لها وبيعرفها ان في امنيات مش هيقدر يحققها، وهي ان هو يخليها ابديه او يخلصها من خطيئه هي عملتها. وبيقول لها لانه مجرد جني. وبعدها بيتعلم الانجليزي من كتبها، وبتعترف له بحاجه وبتقول له ان محدش يعرفها، وهي انها كانت زمان بتستخدم خيالها لما كانت في المدرسه، لانها كانت وحيده علشان كده كانت بتتخيل ولد كانت مسمياه انزو، وانه صديقها الوحيد علشان كده لما كان بيختفي لما كانت بتبقى تعبانه كتبته وخلته حقيقه في كتاب، عشان كده من ساعتها ما اختفاش تاني. بس هي مع الوقت حست بسخافة اللي هي بتعمله لانه مش واقع، عشان كده حرقت الكتاب في مدخنة المدرسة اللي من بعدها اختفى وما بقاش يظهر لها تاني. بس الجني بيقول لها ان هو حقيقي. وبعدها لما بيجيب لها الفطار بتسأله ازاي اتحبس في الازازة، وبيحكي لها وبيقول لها بسبب شيبة ملكة سبق اللي كان بيحبها، وان هي كانت من عيلته لان امها كانت من الجن بس هي بتكون بشرية. وبيقول لها ان هو من حبه ليها كان زي اللعبة في ايديها، وانه كان على طول بينصحها بان هي تفضل حرة على انها تتجوز راجل يخدعها. بس في يوم بيجي لها الملك سليمان وبيعزف لها مقطوعة موسيقية، وبعدها لما بتديله طلبات مستحيل حد عادي ينفذها، زي انه يجيب خيط احمر نادر، وانه يقول لها اسم امتها الجنيه السر اللي محدش يعرفه. بس هو عشان ساحر قدر يجيب لها الخيط عن طريق العناكب، وهمس له جني باسم امتها السري، وبكده حقق طلباتها علشان كده اتجوزته. عشان كده لعن الجني وحطه في ازازه وبعدها رمى في البحر. ومن هنا عارف ان هو كان مجرد جني بالنسبه لشيبه، انه ينفذ لها اوامرها وبس، وانه فضل في الازازه دي 2500 سنه. وبعدها بيسالها ان هي متجوزه ولا لا، وبتقوله ان هي كانت علشان كده بتحكي له قصتها، وبتقوله ان هي اتجوزت بعد تخرجها على طول، وقعدوا فتره مع بعض وبعدها انتهى كل شيء بينهم لانه كان شايفها مش قادره تقرا مشاعره، وانه اتجوز بعدها من واحده تانية اسمها ايميلي. وبعدها بتقوله ان مصدر تركيب عقلها هي قوتها ووحدتها، وانها بتقدر تلاقي المشاعر اللي هي محتاجاها في القصص. بس لما الجن بيقول لها ان هي ممكن تتمنى ان جوزها يرجع لها بترفض لانها راضيه بوحدتها، وانها قدرت تبقى مستقله وناجحه في شغلها، عشان كده مش بيكون عندها حاجه تتمناها. بس هو لما بيرجع يقولها ان اي حد عنده رغبات مدفونه في قلبه نفسه ان هو يحققها. بتقوله ان هي قرت قصص كتير عن الجن اللي بيلعبوا بعقول البشر عشان يحققوا رغباتهم الخاصه، بس هو بيقولها ان هو مش منهم. بس أليسيا مش بتكون مصدقه وبتقوله ان هي ما عندهاش رغبات عايزه تحققها. ده بيضايقه بس بيقدر يهدي من نفسه بعدها، عشان كده بيكمل لها قصته وبيقول لها اللي لما ازازته طلعت في وسط الصيد وانتهت بان هي تكون صخره في جدار اللي طلعت عليه بنت مغرمه اسمها جولتن بالامير مصطفى بن سليمان الحكيم، اللي لما بيلمحها بتقع معاها الازازه وبتشوفها، عشان كده بتاخدها وبتحاول تفتحها. والبنت دي كانت مجرد خادمه منفيه، عشان كده لما بيطلع منها الجن بتتمنى ان الامير يحبها، عشان كده عمل لها الزيت اللي هيخليها جميله في عيونه واللي كانت بتحطه شيبه. وبعدها بينصحها ان هي تخبي الازازه تحت صخره عشان ما تقعش في ايد حد. وبعدها بيروح يهمس في ودان الامير باسمها، عشان كده تاني يوم بعت لها في الوقت اللي ابوه سليمان الحكيم وقع في حب خادمها هو كمان وبقت متحكمه فيه، عشان كده بيقولها ان هو حذرها منها. بس هي اتمنت امنيتها التانية وهي انها تكون حامل من الامير، بس هو كان رافض لانه عارف اللي هيحصل بعد ده، وهي كانت مصره علشان كده حقق الامنيه. في الوقت اللي بتشوف حبيبه سليمان مصطفى وهو بيتكلم مع قائد جيشه، عشان كده بتنده للسلطان وبتكذب عليه وبتقوله ان جيشه عايز يستولى على عرشه ويبدل مصطفى. غير ده لما انتشر خبر حمل جولتن اللي هيبقى وريث العرش الجديد، عشان كده لما بيروح لامير مصطفى عشان يطمن ابوه على ولائه ليه بيامر جيشه ان هم يموتوه وبيعملوا كده. عشان كده بيروح لها الجني وبيحذرها وبيقول لها ان هم هيموتوها زي ما موتوا الامير، وبيقول لها ان هي تتمنى امنيه عشان تنقذها. ولما مش بتصدقه بتحاول تهرب منه بس بيمسكوها، ولما بيحاول ينقذها بيمنعه ابليس وبيحدفوها في البحر. ولما بيمشوا بيروح عشان ينقذها بتكون ماتت، علشان كده بيرجع لازازته تاني وبيقول لها ان هو كان على وشك ان هو يحقق الامنيه التالتة ويتحرر، بس ده ما حصلش. غير كده ازازته ما كانش حد يعرف مكانها غيرها، عشان كده كان بيحاول يستدرج اي حد ليها بس فشل وقعد يحاول ل100 سنه. ولما رغبته في التحرر كانت بتروح سنه 1620 بيرجع له الامل في ولد اسمه مراد، وهو كان بيلعب اللي استدرجه للصخره وكان هيفتحها هو واخوه ابراهيم، بس بتيجي امهم ارمله السلطان احمد الاول، عشان كده بيمشي مراد وكان بيحاول ان هو يرجعه تاني عشان يحرره. بس لما تم ال11 سنه ومسك العرش بقى السلطان مراد الرابع. وبعدها لما تم ال20 راح يحارب مع جيشه، وكان معروف ان هو متهور، علشان كده امه حبت ان هي تحمي العرش، عشان كده كانت عايزه ابراهيم ان هو يخلف عشان يمسكوا اولاده العرش. بس مراد رجع بعد ما دمرت الحرب روحه واتغير، عشان كده كان بيحاول ان هو يرجعه عشان يحرره. بس أليسيا بتوقفه وبتقوله ان هو ما كانش خايف من رغبته ان هو يطلب الشر. بيقول لها الجني ان هو كان شايف نفسه اقوى واحد وانه كان بيقتل المنافسين ليه على
على العرش، عشان كده كان عايز يقتل اخوه. بس امه بتقوله ان هو ما يستحقش ان هو يعمل كده لانه عامل زي الاطفال وان هو مش هيقدر يمسك الحكم، عشان كده بيسيبها وبيمشي. امه عشان توقفه على القتل بتحاول تلهيه في حاجه تانية، وهو ان هي تخليه سكران، بس ما نفعش ده، عشان كده جابت له ناس عشان تروي له قصص، بس ما كانوش بيعجبوه علشان كده كان بيموتهم. لحد في يوم ما بيجي له واحد بيستمتع بقصصه وبقى صديقه الوحيد، لحد ما في يوم بيموت وبيحزن عليه مراد وبيشرب لحد ما بيضعف وبينسى حوار السيف. ولما جات له الفرصه ان هو يرجعه تاني عشان يحرره كان ضعيف وما قدرش يفتح الباب، عشان كده مشي ورجع يشرب تاني. عشان كده بيكلم الجني أليسيا عن وحدته اللي هو عاشها، وانها لو ما تمنتش هيفضل محبوس ووحيد. عشان كده بيطلب منها ان هي تتمنى اي حاجه، بس هي بترجع تكلمه عن ابراهيم وبتقول له ان هو بقى وريث العرش، وبيكون فعلا كده، وعين واحده من خدمه محافظه لدمشق اللي بيكون اسمها شجر لومب، وده ادعي على الحريه ان هي تتحرك في القصر براحتها. عشان كده اكتشفت الحمام السري وبتلاقيه، بس هي بترفض ان هي تتمنى وبترميه في البحر زي أليسيا اللي مش بيكون عندها رغبات ومش عايزه تتمنى اي حاجه. عشان كده بتطلب منه ان هو يرجع للازازه تاني عشان تديها لاي حد عنده رغبات عايز يحققها، بس هو بيرفض ويطلب منها ان هي تتمنى الرغبات اللي في قلبها. عشان كده بتتضايق، ولما بتتمنى ان هي عمرها ما كانت قابلته بتتكسر الازازه في وشها، وبيكون حزين وبيحكي لها القصه المرتبطه بامنيتها دي اللي بسببها رجع تاني للازازه. وهي عبقريه اسمها زافر اللي كانت يتيمه واتجوزت وهي عندها 12 سنه من تاجر ثري اكبر منها بكتير، واللي كان متجوز من قبلها 2 اكبر منها في السن، اللي ما كانوش بيكلموها وبيتريقوا عليها على طول. وفي يوم لما شاف جوزها الازازه اداها لها رمز لحبه، ولما فتحتها طلع منها وكانها مستنياه. عشان كده وريته اختراعاتها وانها كانت عبقريه بس ما حدش كان يعرفها، وكانت بتحب العلم. عشان كده كانت امنيتها الاولى انها يكون عندها الرغبه في الحصول على المعرفه، وبيحققها علشان كده جاب لها كل الكتب اللي بتخص علوم الدنيا، وكان بيحط لها الكتب في ازايزها عشان يكون سهل عليها ان هي تستدعيها منها. ولما بيقول لها ان هو وهب لها قلبه ان هو يخليها سعيده ويخليها تزدهر في اللي هي بتحبه بيجري ريقها. وفي يوم لما مش بتلاقي حل لمسألتها بتتمنى الامنيه التانية، عشان كده بيديها القدره ان هي تحلم زي الجن وهي صاحيه، وبكده بتقدر توصل للحل. وبيقول لها ان هو حبها من كل قلبه واكتر من شيبه، وانها كانت حامل منه علشان كده كان فرحان وما كانش عايز يسيبها، وكان عايز يقول لها على الحقيقه. عشان كده لما وقفها قبل ما تطلب امنيتها الثالثه بيقول لها على حقيقه ان هو هيتحرر بعد الامنيه الثالثه. عشان كده بتتضايق منه وبتتعصب لانه خدعها وما قالهاش على الحقيقه، وبتقول له ان هو كان معاها علشان ياخد رغبته بس وهي حريته. عشان كده شبهته بجوزها اللي بيهديها حاجه عشان ياخد رغبته منها. في الوقت اللي فكر ان هو يدخل نفسه في الازازه لحد ما تهدى بتتمنى ان هي ما كانتش قابلته، عشان كده هي بتنسى وهو بيفضل في الازازه. والقصه دي بتدي الرغبه لإليسيا، عشان كده بتتمنى ان هو يديها نفس الحب اللي اداه لزفير، وانهم يكونوا مع بعض وبيحققوا الامنيه وبيكونوا مع بعض. وبعدها بترجع لبلدها وبتاخده معاها، ولما بترجع لبيتها وهي بتتكلم معاه بتشوفها جارتها وبيفتكروا ان هي بتكلم نفسها ومش بتكون متفقه معاهم. بس بعدها بتحاول تراضيهم وبتاخد العيش المحمص اللي الجن بيجيبه لها وبتقدمه ليهم وبتعرفهم على الجن على اساس ان هو صديقها. اللي بعدها في يوم لما بترجع لبيتها وبتدور عليه ومش بتلاقيه، علشان كده بتمشي ورا الغبار بتاعه لحد ما بتلاقيه بس بيكون محروق. عشان كده بتتمنى ان هو يتكلم معاها وبتتحقق، علشان كده بيرجع وبيكلمها بس بيكذب عليها وبيقول لها ان هو كان نايم، بس هي بتكون عارفه ان ده بيحصل له لانه ما ينفعش يعيش في عالمها. عشان كده بتتمنى ان هو يرجع للعالم اللي بيعيش فيه. اللي بعدها بتتكسر الازازه لان هي كده اديته الحريه، وبكده رجعت تاني اليسيا وحيده اللي بتحط حاجته في صندوق وبتحطها في القبو. وبعد 3 سنين لما بتنتهي من الكتاب اللي كتبته عن الجني بتمشي وهي في طريقها بيطلع لها، وبكده وفى بعضه بان هو يرجع لها تاني. وبكده يكون انتهى الفيلم. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.